برام الرز. يا مساء الفل والورد والياسمين على احلى واجمل عيون متابعين في الدنيا كلها، متابعين ام حوبه. عاملين ايه؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض روتين مش طويل، لكن روتين غدا. هنجهز الغدا بقى في الفرن بتاعنا الجميل. هنعمل برام رز معمر او طاجن رز معمر، وهنذبح تكر بط صغنن كده وجميل، وهندردش كلمتين مهمين. عايزه اخد رايكم في موضوع، يا ريت تقولوا لي رايكم فيه عشان تشوفوني انا غلطانه ولا لا. بس يلا قبل ما نبدا، يلا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شايفين جمال البرام الرز يا جماعه؟ يلا علشان نشوف مع بعض هنبدا روتيننا بايه النهارده. طبعا يا جماعه لو انت ست بيت مثلا عندك مكان وعملتي فرن زي ده هيوفر عليكي كتير قوي. لو عندك اي شويه قش، شويه ورق، شويه اي حاجه هتولعي بهم الفرن ده. لو على الاقل خالص لو هتشوي فيه السمك هيوفر عليكي الغاز، لان احنا عارفين ان الغاز راح في دنيا تانية خالص. فانا عملته مخصوص والله. اولا بيوفر في الغاز، ثانيا طعم الاكل فيه بيبقى ريحته جميله قوي قوي قوي. وكمان في الصيف بنعرف نخبز فيه بقى ونعمل المشلتت والرقاق والعيش الفينو والعيش القمح. بنعمل فيه كل حاجه. لكن في الشتاء بصراحة الخبيز فيه بيبقى صعب شوية. لو هو في أوضة بقى بيبقى حلو. لكن هنا عشان أنا عندي على السطح الهوا بقى بيشغلني فيه. أنا كنت بصراحة بقول هنطبخ ايه للغدا النهاردة، فقلت ايه أطلع أذبح بطة. طلعت أمسك ديك هندي وحمام من فوق، وبعدين قلت خلي الحمام مرة تانية وخلي الديك مرة تانية. يعني حبيت اخد البط اللي هو ايه بقى، البط بياكل ياما عن الفراخ، والله بتاكل ياما عن البط. بس البط بقى ايه، بقالنا كتير ما ذبحناش بط، يعني حبيت انوع، يعني حبيت اغير كده، يبقى في تغيير في الاكل عشان الناس ما تزهقش ومعدتنا كمان ما تزهقش. يبقى ليكي شوقة للحاجة كده. كل ما كانت الحاجة ليها شوق كل ما كانت طعمها يكون كويس. طبعا هنا بريشه وهعلق عليه وهنطلع فوق عند الفرن هنجهزه مع بعض، عشان اقولك لو انتي اول مرة بتطبخي فيه او بتدسي فيه تعرفي تعمليه ازاي. هنا بقى يا جماعة بنشيط البط. طبعا كلنا عارفين ان احنا بنشيط الطيور علشان ما تبقاش فيها ريش ناعم، لو فيها اي ريشة تطير، وغير كده كمان عشان ريحة الزفارة. بالنسبة للبط يا جماعة انا بحب اسلقه، مش بحب اشوحه في كل الاوقات. فحطيت هنا بقى حلة فيها مية غليت، واول ما بدأت تفرق كده حطيت فيها 3 بصلات. حطيت 3 بصلات، يعني كل واحد فينا يبقى ليه بصلة يعني. وحطيت طماطمية شققتها، وحطيت شوية فلفل اسود، وحطيت حبيتين ورقتين لورا، وحطيت عودين قرنفل صغيرين لان انا بحب القرنفل، وحطيت كام حبهان، وغطيت عليهم لحد ما غليهم. وبعد كده سقطت فيهم البطه. طبعا البطه انا غسلها كويس، حطيت لها الملح بتاعها لانها تستوي بيها، عشان خاطر البط بتاعنا صغير ما هوش عتقي. فالبط الصغير تحطي معاه الملح، البط الكبير عادي ما تحطيش معاه ملح لما يستوي، عشان ما ياخدش معاكي تسويه كتير. ده الفرن بتاعي يا جماعة، انا عملته امبارح وليسته امبارح، يعني حطيت عليه طين وليسته امبارح، وكان باقي شوية صغيرين. قمت من النوم النهاردة حوالي الساعة 7 كده، طلعت السطح فطرت الطيور وكملتهم تلييس. كنت عاملة حسابي ان انا هعجن معاكم النهاردة رغيفين عيش قمح، بس بصراحة قلت لا، خلي العجين يوم تاني، عشان انا حابة اعمل برام رز ويا الدكر البط ويا البطاية بتاعتنا. طبعا الفرن اول ولعته يا جماعه بيبقى حامي شويه، علشان خاطر بيدخن شويه، عشان خاطر بيبقى لسه جديد، ولسه لسه الطينه اللي عليه بتبقى طريه، فبيبقى يدخن جامد. بعد كده بقى ما بيدخنش. والنهارده كان هوا جامد قوي، الدنيا كانت قايمه هوا، عشان كده كان صوت الهوا عالي، والهوا كان بيشغله. بنولعه زيه زي اي فرن، بتولعيه ياما لحد ما يتقدح. ما ينفعش نحط برام الرز فيه ونولع عليه، لا، لازم نقدح الفرن الاول، نحميه الاول، نولع فيه ياما في ولعه من تحت لحد العرصه دي ما تنقدح والفرن يصهد. نيجي بقى مدخلين برام الرز في الفرن. لو دخلتيه وولعت عليه هيدخن منك وهيبشنن والرز مش هيبقى حلو.
سواء في الفرن ده او في الفرن الغاز. لازم تقدحي الفرن الاول قبل ما تدخلي فيه الرز او تدخلي فيه اي حاجه. بعد ما بندخل برام الرز يا جماعه بنبدا نولع من تحت، بنفضل نولع من تحت وما نولعش من فوق لحد البرام الرز بتاعنا ما يبدا نبص نلاقي ايه عمل من الحروف كده. كانت الله يديها الصحه تقول لي عشان تدسي، يعني انا بقول عشان الناس اللي مش بتعرف تدس او البنات اللي لسه بتتعلم الدس الرز المعمر في الفرن. طبعا بنغسل الرز ونحط عليه اللبن والملح وبنحطه في الطاجن ونحط له حته سمنه او زبده ونقدح الفرن بقى كويس وبعدين نحطه. نفضل بقى نولع عليه من تحت واحده واحده. كل ما يخلص النار تحطي له قش تاني او حطب تاني. الحطب طبعا ولعيته جميله قوي، لكن ايه ده زي ده عامه، بس الحطب ما بيدخنش كتير زي القش وبيحمى بسرعه. طبعا انا عارفه ان في ناس ياما هتقول لي يعني عليك يا مرحب مدخنه النهارده، بس بصراحه الاكل فيه يستحق تضحيه، بيبقى طعمه حلو. فبنفضل بقى زي ما انتوا شايفين كده افضل اولع من تحت اكتر من ربع ساعه لحد ما تبص تلاقي حروف البرام بدأ يربي وش وبدأ يغلي غليان خفيف كده. اول ما يبدأ بقى يغلي غليان خفيف كده وتلاقي البرام بدأ يعمل معاكي كده بنبدأ نولع من فوق. كل مدى نحط حاجة خفيفة من تحت، عود خفيف يعني شوية قش صغيرين من تحت، بس بنحدف له بقى ايه، بنعمل اللي انا بحدفها دي اسمها لوايه يا جماعة. بنبدأ نعمل اللوايات ديت ونحدفها من فوق. اتمنى يا جماعه لو وصلتوا لحد هنا تحطوا لي لايك لو سمحت. نسيت اقول لكم حطوا لي لايك للفيديو، وانا لما ما بطلبش منكم لايكات مش بتحطوا لي لايكات. حطوا لي لايك للفيديو لو سمحتوا، عشان النهارده كان هوا كتير وانا حبيت اولع الفرن ده مخصوص النهارده معاكم عشان تشوفوه، رغم ان هو كانت الجو هوا بس حبيت برضو اولعه معاكم لان انا عارفه ان انتوا بتحبوا تشوفوا الفرن البلدي والولعه قدامه وكده. بس هو اللي كان معاكسني النهارده بصراحه الهوا كان شديد بصراحه. زي ما انتوا شايفين كده بنفضل نحدف له لوايات من فوق لحد ما تبص تلاقيه بدأ يغلي معاكي والبرام بدأ ايه يطلع وش كبير. تبداي تغيريه بقى بالعود بالراحه. انا جيت اغيره لقيته فيه لسه لبن مربي وش، لكن لسه فيه لبن فسبته مش هضيره لحد ما يبدأ ينشف او اعرف اضيره، لان العرصة فيها علي وواطي مش مظبوطة، فانا لو جيت اضيره ممكن يكب اللبن اللي فيه. تفضلي تولعي له بقى الولعه من فوق على الهادي كده واحده واحده. كل ما يخلص تحدفي له غيرها لحد ما يبدا ينشف منك، وبعد كده تمسكيه تغطيه بغطا حله علشان خاطر يبقى ايه يستوي على الهادي بقى. وتبطلي عليه ولعه، تحدفي له كمان لويتين من تحت وتيجي مبطله عليه ولعه ومغطيه عليه وقافله عليه باب الفرن، وتسيبيه بقى ساعه لحد ما انت تيجي تقدمي الاكل تغرفي يفضل سخن. لو فضل في الشتاء ده طول النهار بصوا بسم الله ما شاء الله. الدخانه طبعا عامله الدخانه اللي بتروح دي مش هنعمل فيه حاجه يا جماعه عشان ما تقولوش الرز هيبقى مدخن ولا كده، لا والله بيبقى طعمه حلو جدا. والوش بتاعنا ده لو انت حابه تاكليه بتاكليه، مش حابه بنشيلوه عادي خالص واحنا بنغرفهم، وبيبقى اجمل طبق رز اجمل من اللي معمول في فرن الغاز مليون مره، لان الغاز ما بيديش طعم حلو للاكل زي فرن القش. انا خلصت زي ما انت شايفه كده، هغطي عليه بالطشت وهسيبه وانزل. اطمنت ان مفيش حاجه عنده هسيبه بقى وانزل. وبعد ساعه على ما ريحه جت على ما روفان جت من المدرسه نزلت بقى ايه اشوفه عامل ايه. بس ده كنت لسه ما نزلتش عشان ما كنتش لسه هنا غطيت عليها اهو. الكلمتين اللي انا عايزه اقولهم يا جماعه، انا عايزه اتكلم عن الحموات. يا ريت كل مرات ابن تتقي ربنا في الست اللي معاها وتتعامل معاها زي امها، لان والله يا جماعه مفيش يعني على رأي امي كده المثل القديم اللي كانت بتقول ما بتموتش عين وعليها دين. هقول لكم على حاجه حصلت يا جماعه. ما كنت عامله محشي وذبحه، اول ما غرفت على طول جيت غرفه سبت محمد عند الاكل يا دوبك. انا لسه بصوا قبل ما اغرف لنا والله العظيم انا غرفت وانا بنصور واحنا بنصور الاكل، وجيت غرفه بسرعه طبق محشي سخن وطبق شوربه، وجيت عامله لامي مناب اقطع لها مناب
وجيت شايلاهم جري مغطيه الاطباق بصينيه، وجيت شايلاهم جري وجيت رايحه عند امي. لقيت امي قاعده في المطبخ مش عارفه كانت بتعمل ايه، قلت لها اتغدي والاكل سخن. رايكم بقى في البرامج الجميله بتقول لي تاني يوم قالت لي حاجه، قالت انا دعيت لك ياما وافتكرت. تسلمي لك يا محبه يا عسل. ايه؟ قالت افتكرت تعالوا بقى اتغدوا معايا. ستك الله يرحمها، الست دي يا جماعه اللي هي جدتي ام ابويا ولا الريحه. بصوا أنا كمان كنت بشوف امي تعمل حاجه كده ايه عسل ولا الريحه بقى. لقيتك جايبه لي الاكل لسه سخن يا بنتي يا دوب. اللي ما عندهاش فرن قش زي ده يبقى ما تاكلش حاجه طعمها حلو خالص. طعم فدعيت لك فعرفت طعم الناس الاصيله بتاعت زمان. كده انا ربنا قعدت تعالي يا حبيبي تعالي يا حبيبي عشان نتغدى. فانا بقول لكم اهو يا رفان انا ليست وخلصت اهو. لان اللي هتعمل طيب هتلاقيه واللي هتعمل راضي هتلاقيه. اوعي تظلمي حماتك، لان الحموات يا جماعه لما بيكبروا بيبقوا محتاجين الرعايه زيهم زي الطفل الصغير. فكل واحده لها حما تتقي ربنا فيها وتعمل حساب ان هي في يوم من الايام هتكبر وهتوصل للسن اللي هي وصلت له دي. جايز حماتك بتقدر تروح الحمام لوحدها، يا عالم الله اعلم لما توصل لسنها هتبقي قادره تروحي الحمام لوحدك ولا هتعوزي حد يوديكي. هتبقي قادره تنزلي هدومك بنفسك ولا هتبقي محتاجه حد ينزلها لك. هتقدري تعملي حمام ولا لا قدر الله يعني بصوا يا جماعه انا عايزاكم قبل ما تعملوا الحاجه اللي مش كويسه فكروا في بكره. فكري فعلا ان لم تستحي فافعل ما شئت فكما تدين تدان. فياريت كل واحده تخلي بالها ان هي بكره هتكبر وبكره هتبقى حامل. اتمنى الفيديو بتاعنا النهارده فعلا يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا. ايه رايكم بقى في برام الرز المعمر اللي كان في الفرن والبطايه الجميله وطبق الشوربه؟ غدا بسيط، غدا الغلابه، حاجه على قدنا. ربنا يديمها نعمه ويديمكم نعمه في حياتي ولا يحرمني منكم ابدا يا رب. اتمنى ما تنسوش اللايك للفيديو.